السلام عليكم يا شباب، ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. جيت لكم بالحلقه التانية من امريك. بس طبعا قبل ما تكمل الفيديو متنساش تصلي على النبي وتدي لاخواتنا في فلسطين وتعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس. ويلا بينا. وقفنا في الحلقه اللي فاتت لما كان بطلنا ناوي الراوتر على علقه موت، وبنشوف راوتر كالعاده بينفخ واحد من اللي بيمتحنه. بنشوف واحد من بعيد بيتفرج ويقول انا مش مصدق نفسي، ده مستوى اختبار من الرتبه ايه. بيبص لينا مره واحده ويقول ازيكم عاملين ايه؟ انا ادولف، شرفت بمعرفتكم. سمعتوا قبل كده عن القدرات الاساسيه الاربعه؟ وبنعرف ان القدرات الاربعه هما القوة الجسدية والتحكم بالجسد والطاقة السحرية والتحكم بالسحر، وهي دي الحاجات الأربعة اللي بتبني قوة المغامر. وبيكون كمان عنده القدرة إنه يعرف درجات القدرات الأساسية الأربعة للأشخاص، فبيبص على راوتر علشان يشوف درجته في القدرة، فبيلاقي إن طاقته السحرية عالية جدا. وكمان بيكون من الخطر إنه يبص على شخص قوي لأن عينه ساعتها بتوجعه. فبيبص على الناس اللي بتمتحن وبيلاقي صاحبنا، فبيقول ايه ده؟ ما تقوليش ان ده يمتحن في سنه ده. وبيجيله فضول انه يعرف درجة صاحبنا في القدرة، ولكن بنشوف ان صاحبنا متفوق جدا في القوة الجسدية والتحكم بالجسد والتحكم بالسحر، وما جاش خالص في الطاقة السحرية. ومن القوة اللي شافها عينه خلاص هتروح منه. بنشوفها لسه بتروح لرين وتقول لها انا شفتك امبارح مع ريك سيمباي، كمان بالمناسبة انا كنت شغالة معاه لما كان موظف استقبال في النقابة. بتقول لها بجد؟ وانا كمان عضوة في نفس فريق ريك. فبتنادى عليها السريت، احنا قاعدين هنا، تعالي يلا، بتعملي ايه عندك؟ بتقول لها رينيت حابة تقعدي معانا؟ بتقول لها طبعا، ده انا دايسة في اي حاجة. ميزيت بيقول لرينيت ما تيجي تقعدي جنبي، المكان فاضي. فبتقول انا لو عملت كده فانت يا زبالة هتحرش بيا، انا برفض عرضك. بيقول لها انت قاسي قوي. بالمناسبة مين دي؟ فبترد عليه دي زميلة ريك لما كان بيشتغل في النقابة واسمها أليسا. فالكلب طبعا لا هدف أحسن، فبيقول لها تعالي المكان فاضي جنبي يا أليسا. بتاخدها رين بعيد عنه وتقول لو عملتي كده هيتحرش بيكي، ده كلب وأنا عارفاه. بنشوف صاحبنا بيخش المكان والمعركة قربت تبدأ. برستون بيسأل رينيت ايه أخبار المبتدئ بتاعنا؟ بتقول له ما تقلقش، هعدي الاختبار بسهولة من غير ما يحصل حوادث. فبتقول لهم يا أليسا ازاي؟ ده الممتحن اللي يمتحنه هو راوتر. فبيقول برستون وماله ده؟ فبترد عليه راوتر من الرتبة ايه، ودايما بيهزم اللي بيمتحنهم ويهينهم. بقول لها مدام كده خلاص مش هيبقى في مشكله. اخته بتشجعه وبتقول اهزم الاحمق الاربعيني ده اللي ورانا الويل. وبيجي اخوه يقول وانا كمان كفايه اللي حصل فيا، انا اتمرمطت. بيقول له الراوتر ما كنتش متخيل انك تقدر تهزم الحراس بتاعنا، ولكن عادي لانهم في النهايه عباره عن فلاحين تافهين. من الافضل ليك ما تحطش في دماغك ان زيهم، لان انا النبيل العبقري مش اي حد. بيقول جواه عندك حق، من النظرة الأولى أقدر أعرف، ولكن عايز أسألك سؤال، ليه بقيت مغامر؟ بقول لي إيه السؤال الغبي ده؟ أكيد لأن عندي موهبة، وكمان مع إني نبيل، ولكن لما أبقى مغامر ده هيزود من مكانتي، وقريب جدا أعتزل مهنة المغامر لأني زهقت منها، كفاية إنها تزود من مكانتي. ويرد عليه فهمت، في الحالة دي أنا ما ينفعش أخسر قدام شخص زيك. فبرد عليه راوتر هنشوف لحد إمتى هتقدر تستحمل. بيقول له اجهز دلوقتي. يضرب عليه طلقة جليدية من سحر الطبيعة للمستوى الأول، ولكن صاحبنا ما بيتحركش من مكانه ولا كأن حاجة حصلت. بيقول له ايه ده مالك؟ انت من كتر الخوف ما قدرتش تتحرك ولا ايه؟ صاحبنا بيتكلم نفسه يقول ما تخليش الغضب يسيطر عليك، خليك هادي وفكر كويس. وبيفتكر قبل المعركة ما تبدأ رينيت بتنصحه ان اول دقيقة يتملك اعصابه ويراقب تحركات خصمه. بيقول راوتر براحتك لو مش عايز تهاجم، استحمل بقى. فبيضرب عليه سحر الطبيعة من المستوى الثالث. يقول صاحبنا ايه ده؟ سحر الطبيعة من المستوى الثالث من غير ما يقول التعويذة كاملة؟ ولكن انت فاكر ايه يا صديقي؟ صاحبنا مش بالسهولة دي ينهزم، مش بيحصل له حاجة. بروستون بيقول لا لسه ايه دي يا بنتي؟ حاجة تافهة زي كده بالنسبة لريك ما تعتبرش ضربة اصلا. فبترد عليه تافهة ايه يا حاج؟ انت مش شايف قوة الضربة؟ ولا انت عارفة ايه هي القدرات الأساسية اللي بتحدد قوة المغامر؟ فبتقول له ايوه. بيقول لها طبعا بالنسبة لتطوير الطاقة السحرية لازم الشخص يطورها وهو صغير، يا اما مش هيبقى في امل انها تزيد في المستقبل. بترد عليه وتقول له ايوه، ده لازم يحصل قبل ما الشخص يوصل لسن ال20. فبيرجع بينا المشهد لورا وبروستون بيقول لريك ركز معايا، الحاجه الوحيده اللي هتعتمد عليها هو جسمك، ودلوقتي اول حاجه لازم نعملها هنروح للقريه اللي جنبنا. فبقول له تمام وكل حاجه، بس ليه الحاجات دي مربوطه على رجلي؟ فبيرد عليه مش هتسبب لك مشكله، وكمان بما اننا لسه بادئين فهي 100 كيلو بس. بقول له انت فاهم انت بتقول ايه؟ ده معناته انها تقيله جدا. فبقول له ما تقلقش، وكمان خلي بالك الغابه ديت فيها وحوش كتيره وقويه. ولسه ما خلصش كلامه فبيلاقي مجموعه من التعابين بتجري وراه، وبيقول لها عشان يعوض النقص في الطاقة السحرية فبيتدرب بشكل مكثف بالثلاث عناصر التانيين. راوتا بيقول لصاحبنا اجهز بقى لأن الضربة الجاية هتبقى مؤلمة جدا وأقوى من اللي قبلها. وبيضربه بسحر الطبيعة من المستوى الرابع قاطع الأعاصير، ولكن صاحبنا ثابت زي ما هو إجابة ما يهزك ريح. بيقول لها بروستون بالنسبة للقوة البدنية أنا ضربته من الصفر، وميزيت كان بيعلمه إزاي يتحكم بالسحر بتاعه. وبتقول لارسيت وانا وريكي كنا بنلعب بالسحر مع بعض، واضح لما كان هيموت من كور النار بتاعتك. اما رينيت علمته ازاي يتحكم في جسمه. ايه ده انا كنت مفكرك ان مجرد خادمه عاديه. وبيكمل كلامه ويقول ان ريك استفاد جدا من تدريبات الاسيا اللي مر بيها، وبالفعل بقى من رتبه اس زينا. بتقول رينيت على الرغم انه قوي جدا ولكن هو غبي ما يعرفش الكلام ده، ولكن بيكون ده غلط بروستون في الحقيقه، لان الحاجه اللي محتاجه قوه ورتبه كبيره عشان تنكسر فبيحسسه وقتها انها سهله واي حد من الرتبه اف يقدر يعملها.
بنشوف راوتر بيقول للريك انتوا مفشين من الدرجة التالتة اللي عايشين في الأحلام وناسيين الواقع، تستحق اللي تتعذب على ايد واحد زيي. وبعدها بيقفل عليه صخرة في النهاية، ولكن صاحبنا عادي ولا كأن حاجة حصلت. فبيقول راوتر قوتك دي بدأت تزعجني، وبدأت أتعصب. خلاص تمام، أنا هخلص عليك بإيدي. وبيجهز نفسه علشان يضربه، ولكن صاحبنا عادي بيصدها بكل سهولة. فهمت، رينيت كان عندها حق، أنا كنت مركز بس على الطاقة السحرية اللي بيتولد بها الشخص. هو عنده طاقة سحرية كبيرة، ولكن بقية القدرات الأساسية التانية سيئة جدا، علشان كده مستحيل أخسر قدامه. عادي، دي أكيد كانت ضربة حظ معاك. وبيجهز له ضربة قوية برضه، ولكن يا صديقي صاحبنا بيصدها بإيده بكل سهولة. فبيقول ميزت هو استخدم سحره بدقة عالية، علشان كده قدر يصدها بكل سهولة، حتى كمان مستخدمش جزء من 100,000 من الطاقة اللي بيستخدمها الخصم بتاعه. وبيحاول راوتر يهجم عليه تاني، وصاحبنا بيقول له طب بطيء جدا، ولكن راوتر في اخر لحظه بينقذ نفسه. انت ضعيف جدا، ده حتى انا مستخدمتش السحر، ده كل اللي انا عملته كان تحكم بالجسد بس. وكمان مستوى دقه السحر بتاعي بيعدي بكتير سحر التعزيز بتاعك بمراحل. طب بما انك عندك سحر قليل، ازاي في السن بتاعك ده بقيت قوي جدا خلال عامين بس؟ انت بتسالني ازاي؟ ده انا شفت الموت بعيني، ده انا ما تسمحليش ان اخرج من عرين التنين الا لما قتلته. ده انا شفت ايام عمرك ما تشوفها في حياتك. ثانيه واحده هو مر بالحياه دي كلها وهو ماتش خالص؟ بيقول لها بروستون ايوه مات. بتقول له ايه مات ازاي؟ لان لما كان بيموت كان قدرة الشفاء بتاعتي تقدر تعيد له الحياة تاني. وبنشوف قد ايه المعاناة اللي كان بيعانيها معاهم، وقد ايه التدريبات كانت قاسية جدا. فبقول لراوتر حتى لو تدريب القاسي جدا ده موجود، فايه هو الدافع بتاعك؟ فبقول له انا زي لينكس الراجل اللي انت اذيته، وحلمي كان هو الدافع بتاعي. فبقول له ايوه الاحلام والكلام العبيط ده. طب ايه هو حلمك؟ فبرد عليه هزيمة اقوى وحش في العالم، كايزر السابيت. ايوه زي ما سمعت يا صديقي، كايزر. فبيضحك عليه ويقول له انت بتتكلم بجد؟ مش ده الوحش اللي كان بيظهر في اساطير البطل ياماتو؟ بيقول لها ايوه صح، وده كمان هدفنا اننا نخلص عليه. اساطير ايه؟ دي قصه قبل النوم، وكمان انا تعبت من احلام العصر اللي انت عايش فيها ديت. وبيستخدم عليه سحر الطبيعه من المستوى السابع، وبيثبته في مكانه. ودلوقتي هوريك الموهبه الحقيقيه وأعرفك مقامك كويس، وكمان اتفرج على أعظم سحر يقدر الإنسان يستخدمه، سحر الطبيعة من المستوى الثامن. وكل اللي في المدرجات بيكونوا مرعوبين من اللي بيشوفوه، إنه بيكون اتحول لوحش ضخم وقوي جدا. ودلوقتي اركع على رجليك واستسلم لنهايتك. فبيستعد صاحبنا عشان يضربه بضربة هوائية. فبيقول له ايه ده؟ ايه اللي هتعمله بسحر اساسي زي ده قدامي؟ فبرد عليه انت تعرف كم مرة استخدمت السحر ده؟ فبرد عليه قد ايه يعني؟ اكيد 4 و5 مرات. قليل. فبيرد عليه ويقول له قليل؟ انا استخدمت السحر ده يا ابني 100 مليون مرة. فبروستون بيقول لها قبل ما تصدم وتقول اي حاجة يقدر يعمل كده لو استخدمنا سحر الزمكان الخاص. بقول لك ايه، انا تعبت من كتر الكذب اللي انت بتكذبه ده، ودلوقتي هتشوف المعاناة زي اللي مر بيها لينكس، افوقك من الحمل اللي انت عايش فيه ده. فبيقطع صاحبنا الحبال من عليه بكل سهولة، والاتنين بيضربوا بعضهم في مشهد تاريخي قوي. وبنشوف ان جسم الوحش بدأ يتكسر اكتر واكتر، وراوتر مش مصدق وبيقول ازاي ده حصل. وبيتدمر الوحش وبيقع راوتر في المدرجات ويغمى عليه. وبعد ما الاختبار خلص وصاحبنا ماشي في الطرقة، بيقابلوا الفريق بتاعه ومعهم أليسا، وبيهنوه على المجهود اللي هو عمله. بيرد عليهم وانا بقيت اقوى بكتير صح؟ والله في الحقيقة انا مش عارف ليه كان عندي فكرة غلط عن الموضوع طول الوقت واني ضعيف، ولكن شكرا لكم جميعا على اللي انتوا عملتوه معايا. بقول له ارفع راسك ما تحرجناش، انت اصلا بقيت واحد مننا. بنشوف راوتر داخل المكان وبيقول لاخواته سيبوني انا كويس دلوقتي. واخته بتقول له كويس ازاي؟ لازم تعالج نفسك. وصاحبنا بينادي عليه ويقول له دلوقتي بتسأل نفسك ازاي واحد عبقري زيك يخسر قدام واحد بدل ما اتاخر زيي صح؟ بقول له انت عايز ايه دلوقتي؟ انت جاي عشان تتمسخر عليا ولا ايه؟ بقول له اتمسخر عليك ليه يا ابني؟ انا بس هنصحك نصيحه، استخدم تقنيه واحده بس وافضل كررها دايما لحد ما تتقنها. بيكون راوتر برضه معاند ويقول له في الاختبار الترقيه الجاي اكون انا اللي بمتحنك برضه، وقتها انا اللي هكسبك، فاحسن لك تكون مستعد. وقبل ما يمشوا بتشكره اخته، وبيجي الوقت عشان يعلنوا فيه اسماء اللي نجحوا في اختبار الرتبه ايه. وقت الراجل ما بيندى الاسامي بتقول له رينيت انت كنت متوتر جدا وقت الاختبار التمهيدي. فبقول لها ايوه لان وقتها كنت بفكر في حاجه مهمه. وبس يا صديقي، دي تكون نهايه الحلقه الثالثه، فما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب في القناه وتفعل زر الجرس، ويلا سلام.